صباح الخير او مساء الخير عليكم. النهارده هنتكلم عن اعتزال شادي سرور، هل هو حقيقه ولا اشتغاله؟ طيب هنمشي مع الاحتمال الاول ان هو اشتغاله، وفي الحاله دي هو هيبقى نجح في تحقيق هدفه انه يجذب مزيد من الجمهور والناس تبتدي تعلق وتعمل فيديوهات على الموضوع ده. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. طيب دلوقتي هنمشي بقى مع الاحتمال التاني ان هو فعلا حقيقي وان هو زعلان من اللي بيحصل ده. فاحنا هنلاقي عندنا مجموعة من النقط اللي احنا لازم نناقشها عشان نفهم الحكاية دي. اول حاجة هو بيقول ان هو عايز يرضي الناس، طبعا ارضاء الناس غاية لا تدرك، فده هدف غلط ان هو يرضي الناس. وتاني حاجة ليس كل ما تمناه المرء يدركه، ان هو عايز يبقى محبوب ومشهور ومعاه فلوس. طبعا ده ما ينفعش لان الحياة مش كاملة، الكمال لله فقط. فهنلاقي انسان معاه حاجات وناقصه حاجات تانية، فهو نجح ان هو يكون مشهور ولكن مش محبوب. وده بنلاقيه في كتير من الممثلين في العالم العربي او بره مصر. في ممثلين ليهم شهرة كبيرة جدا عالمية ولكن تلاقي الناس مش بيحبوها، وبيعملوا افلام بتخش في البوكس اوفيس وبتجيب ايرادات ولكن هو ممثل مش محبوب. فلذلك ما ينفعش نلاقي كل حاجة احنا بنحبها معانا وموجودة في الدنيا. اما بالنسبة للناس اللي بتشتم، فانت ممكن مثلا ما عجبكش حاجة تنقدها نقد بناء، مش لازم تجرح في الشخص نفسه. شاكر شاكر يا اخوان، فاللي بيشتم ده العيب فيه، مش العيب في الشخص اللي بيتشتم. سواء هو عمل حاجة وحشة احنا مش حابينها، فاحنا لازم نوجهه بطريقة سليمة عشان يعمل حاجة افضل او نخليه يعمل حاجة احسن تعجبنا. وده طبعا ليه موجودة الناس اللي بتشتم، لان زي ما احنا قلنا قبل كده ان الدنيا مش كاملة، الدنيا فيها الخير والشر. في ناس هتشتم وفي ناس هتنقد نقد بناء، ففي الحالتين الاشخاص دي موجوده والاشخاص دي موجوده. في بقى نقطه مهمه جدا انا بوجهها لشادي سرور او اي حد حصلت له نفس المشكله اللي حصلت لشادي سرور، ان هو زعلان وان الناس بتنقده في مجال السوشيال ميديا او التمثيل او اي مجال من المجالات الفنيه. لازم نفصل ما بين الممثل او المغني او الشخص اللي بيقدم ماده يعني فنيه من اي نوع وبين شخصيته، لان المادة اللي بيقدمها لا تعكس شخصيته. فاحنا ممكن مثلا في مغني مشهور جدا والناس بتحبه ولكن تيجي تلاقيه في الحقيقة لو انت قعدت معاه انت ما تحبش شخصيته، الناس بتحب غناه او الناس بتحب التمثيل بتاعه. فانت كراجل شغال في مجال السوشيال ميديا او مجال التمثيل ايا كان، انت نجحت في انك تجيب جمهور وتجيب فلوس والحاجه دي ناجحه وبتتشاف، بس الناس مش حابه شخصك، فانت نجحت في المجال. زي مثلا واحد فاتح صيدليه والناس بتجيله ومش عارف ايه، بس هي ما بتحبش شخصيته، ملوش اصدقاء، بس هو ناجح في الكارير بتاعه. فوق الورقه مش قادر اقف، عيب يعني. بصي حضرتك، عيب بصي حضرتك. فاحنا لازم يكون عندنا الفصل ده بين الكارير وبين شخصية الشخص اللي بيقدم الخدمة دي، سواء كانت حاجة فنية أو أي حاجة عموما في المجتمع. طبعا بوجه رسالة بقى لشادي سرور نفسه. أنا هقرأ الرسالة اللي الأخ بعتها، بيقول لي إن هو قرر إنه يبطل الفيديوهات، فده طبعا قرار غلط. أنت لما تكون ناجح في حاجة ما ينفعش توقف، والحاجة دي بتجيب لك فلوس وأنت حاببها، بس ممكن الناس مش حابينها. فانت الافضل انك تاخد زي ريست كده وتريح اعصابك وتدرس الموضوع ده وترجع تاني من جديد بشكل مختلف، برؤية مختلفة، بالتجارب اللي اتعلمتها. اما انا مثلا عن نفسي ما حبيتش الفيديوهات الكوميدية اللي انت بتقدمها ولكن عجبتني الاغاني اكتر. يعني كل واحد هتعجبه حاجة مختلفة خالص عن التاني. واحد هيحب الفيديوهات، واحد هيحب بعض الشخصيات، ناس هتحب فيديوهات مش هتحب فيديوهات تانية. الموضوع مختلف والرؤية الفنية دي مختلفة، يعني ده حتى في بعض الممثلين بيختلفوا على الرؤية فالعمل بيفشل. ليه؟ لان هي كلها عبارة عن رؤية فنية بتختلف من شخص لآخر. في نقطة تانية اللي هي يعني حابب ارجع لها تاني، اللي هي تغيير العالم، ان انت عايز تقدم رسالة وتحدث فرق في المجتمع او في العالم. ده طبعا هدف جميل ونبيل، ولكن زي ما قلنا الارض مش كاملة، يعني الكمال لله فقط. فانت ممكن تنجح انك
تسعد مجموعة من الاشخاص، ولكن مش هتقدر تسعد كل الاشخاص. كذلك ممكن تساعد بعض الاشخاص ماديا، ما تقدرش تحل مشكلة الفقر في العالم. ليه؟ لان هو العالم مصمم بالطريقة دي ان هو مش كامل. فانت مجهودك ده بيثمر، ولكن انت ممكن ما تشوفش الثمرة دي ظهرت في بعض الاشخاص، ما تقدرش تشوفها على جميع الاشخاص. وهضرب لك مثال على كده، كان في احمد الشقيري كان بيقدم برنامج وعايز يغير العالم العربي. ممكن يكون احدث فرق في بعض الاشخاص، ولكنه ما قدرش يغير العالم العربي كله. تمام؟ فمن هنا برضو بنستفيد بالدرس ده ان انت تكمل على هدفك وتحاول تحدث تغيير. وممكن انت ما تشوفش التغيير ده دلوقتي، ممكن تشوفه في اخر عمرك، ممكن تشوفه ممكن ما تشوفوش في حياتك، ممكن تشوفه يعني ناس غيرك تشوفه بعد ما انت مثلا تموت، ناس تانية تشوف التأثير ده يبتدي يحصل بعد ما انت تموت. فدايما احنا بنحاول يعني مش بنيأس ابدا من المحاولة. وربنا يكرم الجميع، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو ده. واتمنى ان شادي سرور يشوفه، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جديدة، وكل سنة وانتم